هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود. و سوري ان انا بقالي فتره مش بعمل فيديوز، بس انا يا جماعه بكره الحر. اوكي، فانا مش عارفه اصور خالص والجو حر كده، فلو سمعتوا حتى صوت هوا يعني انا مشغله كل المراوح والتكييفات، فمعلش. اوكي، لو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب، عشان غالبا نفس سلسله الفيديوهات دي هتنزل على اليوتيوب بس على قناه فان ايزي انجلش، مش القناه الاصليه اللي هي قناه الانجليش بتاعتنا. وعلى الانستجرام، لو بتتفرجوا على الانستجرام ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ولو بتتفرجوا على اليوتيوب فما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس وتابعوني على الانستجرام. طيب بصوا يا جماعه، الفيديو ده وكام فيديو بعده I'm not sure قد ايه، يعني حسب، لان هو كام سؤال اتسالتهم لهم علاقه بالانجليش لانجوج. اوكي، المعلومات اللي انا هقولها في الاجابه عن الاسئله دي مفيش انجلش تيتشر عاقل هيقول لكم عليها. اوكي، اي انجلش تيتشر مش هيرضى يقول لكم المعلومات اللي انا هقولها. ليه؟ لانها هتخسروا فلوس كتير جدا، ولكن انا بقول لكم بامانه، يعني انا هقول لكم اجابه امينه هتوفر عليكم مجهود وفلوس. و يعني دي انا بعتبر ان الموضوع ده رساله قبل ما يكون ناحيه ماديه. يعني اكيد طبعا انا عايزه الناحيه الماديه، اكيد انا مش من الملائكه يعني، ولكن يهمني ان الموضوع يبقى رساله علميه قبل ما يكون حاجه ماديه. اوكي، وعشان كده المعلومات اللي هقولها دي ما حدش هيقولها لكم يعني في الغالب، لان هيخسر فلوس كتير لو قال لكم على اللي انا هقوله ده. anyway، طيب هما كذا سؤال متعلقين بنفس الموضوع، ولكن انا هقسمهم على فيديوز علشان الناس ما يبقاش الفيديو طويل قوي. اي هوب يعني ما يبقاش فيديوز طويله قوي. اول سؤال واهم او من اهم الاسئله، الانجليش كورسز مجديه؟ يعني هل فعلا بتنفع ولا لا؟ طيب في بقى حاجه، يعني هو ده تقريبا الايديا اللي هو اكتساب اللغه عن طريق ايه وازاي. انا عملت ايه علشان ابقى بتكلم انجليش زي النيتيفز، والكورسز ايه مميزاتها، ايه عيوبها، الكلام ده كله. طيب قبل ما ابدا باجابه اول سؤال، عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنين طويله، اكتر من 30 سنه انا بحتك احتكاك مباشر باللغه الانجليزيه. اوكي، في الاول الموضوع كطالبه زيكم، كحد عادي زيكم، عشان كده انا عارفه كويس قوي احساسكم، وعارفه ان قد ايه انتوا بتبقوا مستعجلين عشان تتعلموا بسرعه اللغه وتكتسبوها بسرعه، لان انا كنت I was there. اوكي، انا كنت كده زيكم برضه. فكطالبه وبعد كده كشغلي طبعا كدراسه، انتوا عارفين انا تخصصي اصلا انجلش وادب ونقد، وبعد كده اشتغلت في مجال التدريس ده سنين طويله، يعني اكتر من 20 سنه تقريبا وانا بشتغل في الموضوع ده. اوكي، اشتغلت في الجامعه واشتغلت في كورسز، على فكره في السنترز اللي بتدي كورسز خاصه، طبعا كلكم عارفين السناتر دي. اوكي، وذر يعني اكيد في الدول العربيه كمان عندكم سناتر زيها، بس يعني في مصر انتوا عارفين اسماء السنترز المشهوره، انا كنت بشتغل في حاجات منها. واشتغلت برايفت بقى سيشنز، وحاليا انا بدي كورسز برايفت يعني وذر اونلاين او فيس تو فيس، الى جانب اليوتيوب. فانا هقول لكم اجابه من حد في مطبخ الموضوع. اوكي، هل الانجليش كورسز مجزيه؟ بصوا يا جماعه، لو انت هتشتغل مع التيتشر، هتشتغل على نفسك، هيبقى عندك صبر، هيبقى عندك ديديكيشن يعني بتكرس وقت ومجهود للموضوع، هتبقى بالنسبه لك مفيده. تمام، ولكن لو انت مش هتعمل كده، لا مش هتبقى مفيده. وقف لو انت ما عندكش وقت، لو انت ما عندكش استعداد ان انت تصبر على الموضوع، ما عندكش استعداد ان انت تكمل او تبقى كل يوم، حرفيا كل يوم يبقى فيه وقت تكرسه، لان مذاكره الانجليش مش هتحسن بامانه. يعني لو جابوا لك، يعني مين اللي موجود دلوقتي؟ بايدن. اوكي، لو جالك بايدن نفسه يعلمك الانجليش مش هتتحسن ولا ليفل لو انت ما اشتغلتش على نفسك. تمام، يبقى وفر فلوسك ووقف الكورسز واستنى لحد ما تبقى عندك استعداد ان انت تلتزم وتشتغل على نفسك. اوكي، لو اعتمدت على التيتشر او على المكان بس من غير ما تتعب انت على نفسك، مش هتتحسن وهتبقى بترمي فلوس على الارض. اوكي، وفي ناس من اللي بديهم كورسز معايا على الانستجرام وعارفين ان انا بقول لهم انا شخصيا الكلام ده، لو مش هتلتزموا، لو مش هتتعبوا وتشتغلوا على نفسكم، ما تجوش. اوكي، ليه بقى؟ لان التيتشر
ما هو الا جايد، انا مجرد بكون جايد ليك. اوكي، بديك الحاجات المناسبه للليفل بتاعك، بقول لك تعمل ايه ما تعملش ايه، ممكن بديك الحاجات اللي مش موجوده بسهوله او مش هتعرف تلاقيها بسهوله، بالذات اللانجوج بتاعت الكونفرسيشن اللي هي الافري داي لانجوج، اللانجوج اليوميه اللي مش موجوده في الكتب، مش اللغه الاكاديميك يعني. اوكي تمام. والى جانب ان انا لما بتيجي تاخد كورس بتحس بالالتزام، يعني ان انا عندي كورس فعندي هوم ورك لازم اعمله، ففي نوع من الالتزام somehow او حد وراك يعني، عشان احنا اكيد كبشر بنكسل. بس فقط لا غير. لكن ان انا اللي هدخل اللغه في دماغك لا، ولا اي تيتشر. ولو اي حد ادعى، وانا قصده كلمه ادعى دي، ان هو يقدر يخليك تتحسن بسرعه ومش عارف ايه، وانت ريجاردلس بقى وما قالكش على البقين اللي انا بقولهم دول، يبقى كداب، يبقى عايز ياخد فلوس على الفاضي. اوكي، لو ما اشتغلتش على نفسك مش هتتحسن ولا ليفل واحد حتى. اوكي، وانا بتكلم على الكونفرسيشن تحديدا. ليه يا جماعه؟ ليه انا بقول بقى كده؟ هل انا بحبطكم؟ لا مش بحبطكم، انا بقول لكم الواقع علشان بس ما تروحوش ترموا فلوس على الارض وفي الاخر تبصوا تلاقوا نفسكم ما بتتحسنوش وتستغربوا ما بتتحسنش ليه، وتقعدوا تغيروا مكان في مكان في مكان وتسيبوا ده وتروحوا ده والمكان وحش. ماشي، انا هقول لكم ان في اماكن بتبقى احسن من اماكن، مش عشان المنهج اللي بتديه على فكره، بس عشان هم بيختاروا تيتشرز يمكن عندهم خبره اكتر او الاكسنت بتاعتهم احسن او whatever. ولكن مش العيب مش في السنتر، العيب فيك انت اللي مش بتلتزم. اوكي، you have to dedicate your time your effort. لازم يبقى عندك dedication، لازم عندك صبر يا جماعه، البيشنس. مفيش حد اللغه زي بالظبط ما تكون بتبني عماره. اوكي، في عماره بتتبني في يومين؟ اكيد لا. الموضوع محتاج احط بيس، احط اساس قوي في الارض الاول، وابدا ابني عليه دور في دور في دور. الموضوع ده بياخد وقت، وعشان ياخد وقت لازم تصبر. الناس اللي بتيجي مستعجله ما بتكملش. ليه؟ لانه بيبقى سقف طموحاته عالي قوي، يقعدوا يقولوا له انت هتتكلم انجلش بسرعه مش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده، وده اللي انا هتكلم عليه بتفصيل اكتر غالبا في الفيديو الجاي. اوكي، ولكن لو ما اشتغلتش على نفسك، الانجليش يا جماعه لايف ستايل، هو مش مجرد معلومه هتحفظها زي اي ماده تانية بتاخد فيها كورس مثلا، معلومات هتدلقها في الامتحان وخلاص. اوكي ماشي تمام. ولكن اللغه مش كده، ومش بس الانجليش، اي لغه بتحاول تتعلمها، اللغه حياه. اللغه دي لازم تبقى في اللايف، تدخل كده معاك في اللايف ستايل بتاعك، تبقى معاك كل يوم. يا اما هتنساها. انت حتى لو وصلت للاعلى ليفل خلاص وقعدت فتره بعيده عن اللغه، هتنسى اللغه، لان اللغه هي وسيله كوميونيكيشن، خلاص، وسيله تواصل. لو ما فيش التواصل، لو ما فيش استخدام للغه، هتتنسي. زي عضلات الجسم، الناس الشباب اللي بيتفرجوا عليها بيروحوا جيم، العضله التي لا تستخدم بتقف عن العمل، بتضعف. اوكي، اي عضله في جسمك لو ما استخدمتهاش بتضعف. الاستخدام ده اللي هو ايه؟ اللي هو البراكتس، التمرين، ان انا اروح الجيم، ان انا اتدرب على طول. تمام. اللغه نفس الشيء. ايه هو العضله اللي لازم احركها عشان يبقى عندي لغه؟ تمارس اللغه. اوكي، ممارسه اللغه ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان اللغه يعني almost 4 مهارات اساسيين: writing, reading, listening, speaking. ال4 دول بيكملوا بعض، لازم استخدمهم. ايه اكتر واحده فيهم هترفع لك ال4؟ ده اللي انا هقوله في الليفل او يعني مش في الفيديو اللي بعد الجاي او الجاي، يعني واحد من السلسله اللي احنا هننزلها دي. في مهاره منهم اهم مهاره بالنسبه لي في ال4. اوكي، طبعا كل المهارات مهمه، ولكن في واحده منهم هترفع لك بسرعه ال4 مهارات. اوكي، طيب يبقى اجابه السؤال الكورسز كويسه، ولكن تلتزم. شايف انك مش هتلتزم، ما عندكش صبر، ما عندكش وقت، ما عندكش طولة بال، انسى موضوع ان انت تاخد كورسز. يعني وقف، عشان ما تبقاش بس بترمي فلوس على الفاضي. وقف لحد ما تلاقي ظروفك تسمح او مودك يسمح او whatever، لان هتبقى بترمي فلوس على الارض. اي سنتر هتروحوا مش هقولك كده، ماشي؟ انا بقول لكم الكلام ده من تجربه شخصيه، ايام ما كنت بتعلم لسه، ومن تجربه كمان وانا بشتغل في المجال. اوكي، احنا بنبقى عارفين، وده ممكن من الاسباب اللي خلتني ما اكملش يعني في الموضوع ده، ان انا اشتغل بره. يعني بتبقى عارف ان اللي قدامك ده بيرمي فلوس على الارض،
انا ببقى شايفه مثلا قدامي خمسه مثلا من الطلاب في سنتر، انا ببقى عارفه مين هيستفيد بالكورس ومين بيرمي فلوس على الارض. اوكي، بس طبعا مش هقدر كنت اقول له كده لان في مانجر وفي حاجات كده، عشان كده بقيت بشتغل لوحدي. ولكن نصيحه من اخت كبيره ليكو، لو مش هتلتزم ما تاخدش كورس، هتبقى بترمي فلوسك على الارض. اوكي، ده اجابه اول سؤال. الفيديو جاي هتكلم على فكره ازاي، يعني محتاج وقت قد ايه عشان ابقى فلوينت في الانجليش، او ان انا اتكلم انجليش بطلاقه، يعني محتاج وقت قد ايه؟ هل الكلام اللي بيتقال انه في شهر او شهرين وكورس مكثف والكلام ده بينفع فعلا، ولا الكلام ده نصب وتهريج؟ الكلام ده هجاوبكم عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وكل الحاجات دي، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.